السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد نجاح الإصدار الأول من سماعة جي روم واللي احنا عملنا له مراجعة في الفيديو اللي فات، أنا بنصحك ان انت تروح تشوف المراجعة الكاملة للإصدار الأول قبل ما تشوف الفيديو النهاردة الجديد. علشان كده النهاردة جينا لكم بالفيديو الجديد وبالإصدار الثاني من جي روم، وبتيجي بموديل اوبن فري او اي 2. ده الإصدار الثاني فيه بعض المميزات عن الاصدار الاول، زي ان هو فيه خاصيه الان سي اللي هي المفروض بتوضح شويه في جوده الصوت بتاع المايك. ان شاء الله في الفيديو هنشوف هل في اختلاف فعليا بين الاصدار الثاني عن الاصدار الاول ولا لا، وهنشوف المميزات والعيوب اللي موجوده في الاصدار ده. تابعوا معانا الفيديو للاخر. اهلا بيكم مرة تانية والاصدار التاني من سماعة جي روم اللي هي بتيجي بموديل زي ما انتم شايفين كده اوبن فري او اي 2. هنا احنا كنا قبل كده اتكلمنا عن الاصدار الاول اللي هو كان او اي 1، تقدر تشوف الفيديو بتاعه دلوقتي. النهارده هنتكلم عن الاصدار التاني. في البداية كده عايز اقول لك ده نفس شكل العلبة، وهنا موجود نفس المواصفات اللي احنا اتكلمنا عليها قبل كده واللي احنا هنذكرها في الفيديو بتاعنا الجديد النهارده. هنا اهم المحتويات بيظهر معانا كابل الشحن من نوع التايب سي، وده كده شكل برضو البوكس بتاع السماعات، مفيش اي اختلاف، نفس تصميم الاصدار الاول. فلو هنا هيظهر معانا كلمة جي روم، هنا هيظهر معانا اللمبة الخاصة بالبطارية، هنشوفها كده مع بعض. بتنور ابيض معاك لما تكون البطارية فوق ال50%، تبدأ تنور معاك اورنج لو البطارية اقل 10%. من الخلف كده هيظهر معانا منفذ الشحن من نوع التايب سي. عايز اقول لك ان البوكس ده بيجي ببطارية حجم 600 ملي امبير، تقدر تشحنه هنا من خلال منفذ الشحن التايب سي في ساعة ونص. البوكس ده يقدر يشحن السماعات الداخلية في خلال ساعة ونص. هنفتح العلبة كده هنا ويظهر معانا السماعات. دي السماعة اليمين هنرجع لها دلوقتي، وبعد كده هنا دي السماعة الشمال. لو جينا بصينا كده على البوكس نفسه فهيظهر معانا هنا يظهر معانا الموديل بتاع السماعة، وهنا زرار البيرنج. زرار البيرنج ده تقدر تستفاد منه علشان تشوف البطارية، وفي نفس الوقت برضو تقدر تعمل بيرنج بين السماعات او اي موبايل جديد. وهنا برضو تقدر تستخدمه ان انت تعمل ريسيت للسماعات ديت لو في اي مشكلة. نفس شكل البوكس القديم، وهنا هيظهر معانا السماعات زي ما شايفين كده نفس التصميم. دي السماعة اليمين ودي السماعة الشمال. لو جينا بصينا عليهم كده فهيظهر معانا هنا ده البطارية وهنا السماعات نفسها، لكن هيظهر معانا الجزء ده هو الجديد، وده الاختلاف بينها وبين الاصدار الاول. ومن فوق كده هيظهر معانا هنا زرار الباور، وهنا المايك، وهنا اللمبة الخاصة بالاشعارات. لما بنلف كده هيظهر معانا هنا الدرايفر بتاع السماعات. وعايز اقول لك ان الدرايفر هنا برضو بيجي بمقاس 16.2، حجم كبير جدا عشان يقدر يطلع لك مستوى الصوت فوق المتوقع يعني. هنا هيظهر معانا البنات الخاصة بالشحن، وهنا دي البطارية. لو جينا اتكلمنا على البطارية فعايز اقول لك ان السماعات ديت كل سماعة فيهم بتيجي ببطارية حجم 120 ملي امبير. السماعات ديت هتبدأ تشتغل معاك في المكالمات تقريبا 5 ساعات، في الميديا تشتغل معاك تقريبا 10 ساعات. حجم البطاريات هنا اقل شوية من الاصدار الاول، لكن اللي بيميز الاصدار الثاني ان السماعات ديت فيها خاصية الاي ان سي. الاي ان سي ديت اللي هي خاصية عزل الضوضاء في المكالمات. يعني لما بتكون تكلم اي شخص مفروض ان الخاصية ديت او التقنية ديت هتوضح لك الصوت بحيث ان هو يسمعك بشكل افضل. لو انت بتتكلم في دوشه الكلام ده كله، التقنيه ديت هتنقي الصوت وهو يبدا يسمعك بشكل افضل من الاصدار الاول. تاني حاجه هتكلم عنها هنا وهو الوزن. وزن البوكس ده تقريبا 60 جرام. وزن السماعات هنا كل سماعه فيهم تقريبا الوزن بتاعها 12 جرام. هنا برضو من ضمن المواصفات، فانا عايز اقول لك ان السماعه ديت متوفر فيها زرار هنا سواء السماعه اليمين او السماعه الشمال زي ما انتم شايفين كده. ودي فايدتها ان انت تقدر تتحكم في الميديا اللي انت مشغلها او في المكالمات. يعني تقدر ترد على المكالمات هنا وتقدر تكنسل في نفس الوقت. برضو تقدر تتحكم في الميديا، تشغل توقف، تجيب التراك اللي قبله او التراك اللي بعده. والمميز فيها برضو ان انت تقدر تتحكم في صوت الفوليوم او مستوى الفوليوم او الصوت عندك. هنا تقدر تعلي من خلال ضغطة واحدة على السماعة اليمين، وتقدر توطي من خلال ضغطة واحدة برضو على السماعة الشمال.
تقدر تتحكم في مستوى الصوت من خلال السماعات ديت. السماعات ديت فهي موجهة بشكل كبير جدا لأكتر من فئة. الفئة الأولى اللي احنا هنتكلم عنها وهم الرياضيين، السماعات ديت بتقدر تلبسها على الأذن بشكل بسيط جدا وبشكل محكم على الأذن، يعني تقدر تلعب بيها رياضة بدون أي مشاكل. تاني حاجة عايز اقولها لك ان هي بتيجي بمعيار IPX5، يعني تقدر تستحمل العرق او المطرة لو انت بتعمل رياضة بدون اي مشاكل. البطارية تعيش معاك فترة كبيرة جدا. بجانب برضو، وده اللي انا شايفه اهم حاجة في السماعة ديت، ان هي مخصصة للناس اللي عندها مشاكل في الاذن. في بعض الناس اللي بيكون عندها حساسية من السيليكون او من السماعات. في بعض الناس برضو بيكون عندها مشكلة في طبلة الأذن، متقدرش تلبس السماعات وبيسبب لها أذى كبير جدا. السماعات ديت بتقدر تلبسها وبتكون على الأذن من الخارج كده، بحيث إن هي متأذيش أذنك، وفي نفس الوقت برضو بتكون موجهة للأشخاص اللي هم عايزين يسمعوا ميديا، وفي نفس الوقت برضو يكون بيسمعوا الأشخاص اللي حواليهم. يعني أنت مثلا لو شغال في مكتب وعايز تسمع مثلا لو حد نده عليك، فالسماعات دي هتفيدك جدا. في نفس الوقت برضو لو انت مثلا ماشي في الشارع او شغلك في الشارع، انت هتسمع الميديا عادي خالص، في نفس الوقت برضه هتكون سامع كل الناس اللي حواليك او العربيات اللي حواليك. وديت انا شايفة ان هي حركة مفيدة جدا. دلوقتي لو حبينا اكلمكم عن جودة الصوت الخاصة بالسماعات ديت، فانا عايز اقول لك ان الميديا بتاعتها ممتازة جدا، والصوت بتاعها نقي، وده كله بسبب ان الدرايفر بتاعها هنا كبير زي ما احنا قلنا بمقاس 16.2 هيدي لك اداء ممتاز جدا. التريبل واضح، البيز واضح، في نفس الوقت برضو لو بتسمع بودكاست او راديو او كده فالصوت بتاعها هيكون واضح جدا بصراحة. تاني نقطة حابب اتكلم عنها هو المايك. هنروح مع بعض دلوقتي ونعمل تيست للمايك ده علشان نشوف المايك هيكون مناسب ليك ولا لا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده دلوقتي بنجرب وبنعمل تيست المايك سماعة جيروم OE2. الموديل اللي معانا النهارده المفروض ان هو بيكون فيه عزل ضوضاء في المايك DMC، وده احنا بنجربه دلوقتي. احنا التلفزيون شغال وفي دوشه حوالينا، صوت المكيف، وبنشوف دلوقتي هل الصوت بيكون عامل ازاي. مش عارف انتوا سامعيني كويس ولا لا. هنحاول دلوقتي ان احنا نروح في مكان هادي ونشوف الصوت هيكون عامل ازاي. احنا دلوقتي في مكان هادي مفيش اي دوشه حوالينا، وبنحاول نتكلم دلوقتي عشان تسمعوا صوت المايك، تشوفوه المايك كويس ولا لا. احنا مش بنعمل اي اديت خالص على الصوت، ولا بنعلي ولا بنوطي ولا بنعمل اي حاجه في المونتاج بتاع التيست بتاع المايك. دي كده كانت تجربتنا. اتمنى التجربه دي تفيدكم ان شاء الله. هنحاول ان احنا نعمل برضو مكالمه مع اي شخص علشان نقدر نتاكد من جوده صوت المايك بتاعنا. هنجرب دلوقتي نركب السماعه الجهه اليمين. كل اللي انت هتعمله تركب السماعه كده وتبدا تلفها تظبطها حوالين الاذن بالشكل اللي انتوا شايفينه. عايز اقول لك ان هي وزنها خفيف، مش هتحس بيها في الاذن زي ما انتوا شايفين كده، وثابته جدا. يعني اظن برضو الناس اللي هتعمل رياضه او كده برضو السماعه دي هتكون ثابته فيهم. هي بتسمح لك طبعا ان انت تسمع الاشخاص اللي حواليك بدون اي مشاكل. يعني لو انت قاعد في الشغل مثلا، او قاعد سايق العربيه او بتعدي شارع، الكلام ده كله، عايز اقول لك رغم ان انت بتسمع ميديا بصوت عالي، انت برضه هتكون سامع صوت الاشخاص اللي حواليك بوضوح جدا زي ما انتم شايفين كده. طبعا دي البطاريه، وهنا ده الجزء اللي بيطلع منه الصوت. طبعا طريقه خلعها هنا بسيط جدا زي ما انتم شايفين. ده كده شكل السماعه. شكلها بسيط جدا زي ما انتم شايفين. اخر حاجه هتكلم عنها وهو السعر. السماعات دي في السعوديه هنا تقريبا 250 ريال سعودي، متوفره باللون الاسود، متوفره برضو باللون البينك، واللون في لون جديد كده هو اللون الاورنج. اهم المميزات اللي عجبتني فيها ان تصميمها جديد وممتاز، يقدر يستخدمها الرياضيين، الناس اللي عندها مشاكل في الاذن. البطاريه بتاعتها ممتازه جدا. بعض الحاجات اللي ما عجبتنيش او ممكن تكون مش مناسبه للكل ان حجمها كبير وملفتة للنظر شوية. وبكده يا جماعة احنا وصلنا لنهاية الفيديو. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. لو عندكم اي استفسارات فاكتبوا لنا تحت في التعليقات، ولو في اي حد كان جرب المنتج ده
فنتمنى برضه ان هو يكتب لنا تقييماته في التعليقات علشان الناس تستفيد. انا سايب لكم رابط شراء من موقع نون علشان تشتروا المنتج ده من المتجر الرسمي بتاعهم على نون، بجانب الكود خصم اللي احنا بنسيبه على طول. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، انتظرونا في الفيديو اللي جاي ان شاء الله. هنعمل لكم مراجعة بين الاصدار الثاني وبين الاصدار الاول، ونعمل مقارنة كده بينهم ونشوف اهم الاختلافات اللي موجودة بينهم علشان تقدر تختار الاصدار اللي يكون مناسب ليك. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش تشتركوا في قناتنا على اليوتيوب وتتابعونا على الفيسبوك وانستجرام وتويتر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.